هكلمكم بقى النهارده على سماح شرف وانها خست ازاي معانا. طبعا انتوا شفتوا هي كانت عامله ازاي، الحجم بتاعها وبقى عامل ازاي. ولما كل ما انزل لها صوره الناس تقول ايه ده، هي كانت كده، هي كانت كده، كانت اكتر من كده. بس طبعا انتوا ما بتبقوش واخدين بالكم عشان انتوا بتحبوها فما بتبصوش على العيوب بتاعتها. بس هي الحمد لله دلوقتي بقت احسن بكتير. الحاله يعني اتحسنت جدا. كانت بتشتكي من الكوليسترول عالي جدا ومقاومه الانسولين كانت عاليه. كانت الدكتور القلب كان بيقول لها انت عندك اصلا، هي كان عندها مشكله ارتخاء في عضله القلب، فهو اصلا كان بيقول لها ان ده غلط عليها ان هي تبقى بالوزن ده ولازم تنزل. وطبعا اول ما سمعت كده كانت كانت متضايقه جدا، وكانت جايه لي كانت متوتره وخايفه انها ما تخسش وتضطر انها تعمل عمليه تكميم او تعمل اي جراحه في القلب علشان نعالج المشكله دي. بس الحمد لله لما خسينا طبعا انتوا شايفين المقاسات بتاعتها اتغيرت خالص. بقت بتلبس مقاسات صغيره جدا، كانت بتلبس 3 في العبايات بقت بتلبس 1. كانت بتلبس 4 و5 لارج، دلوقتي بقت بتلبس ميديم. انتوا شايفين اصلا كانت عامله ازاي. يعني ما شاء الله هي يعني انتوا شايفين برضو ان هي مش بتظبط في الاكل خالص. كل يوم تعمل لها رز معمر وتعمل شوربه وسمنه وحاجات. بس يعني الحمد لله ان ربنا سترها معانا. فمحدش ياخدها قدوه في الاكل، لكن خدوها قدوه في المقاسات وفي الالتزام. هي برضو بتلتزم. عايزه اقول لكم بقى ان علشان نظبط اكلنا لازم لازم ناخد الطريق من الاول. الطريق من الاول صعب، من اول اسبوع بيبقى اصعب حاجه، تاني اسبوع بيبقى اسهل، تالت اسبوع بيبقى اسهل. ليه؟ لان اول اسبوع ده انت واحد بتحارب نفسك وانت عندك شهيه للاكل جامده، وطبعا متعود على اكل كتير، فده بيبقى مشكله بالنسبه لنا. فلما هنروح لدكتور صح هيعلمني ازاي اكل وما اتخنش، اكل كميه ايه مناسبه لجسمي. مش كل الناس بتاكل نفس كميه الاكل، مش كل الناس ينفع معاها نفس النظام. فما ينفعش ان انا اروح عند دكتور يديني ورقه ثابته مطبوعه تتاخد لاي حد، ده غلط خالص. مفيش حاجه اسمها سحر ان انا هروح للدكتور مجرد ما اسلم عليها خس، لا، انا لازم ابقى عارفه ان انا همشي طريق علشان اوصل لنتيجه. مش ان الطريق ده 3 شهور، ممكن اقل، ممكن شهرين، بس ما ينفعش ان انا خلاص انا عشان رحت للدكتور فانا لازم اخس. انت هتخس بس لازم تسمع الكلام. ما سمعتش الكلام هتعطل نفسك. ده مش عيب في الدكتور، ده عيب فيك انت. طبعا الميزوثيرابي جميل جدا انه بيديني مقاسات تنزل بسرعه، بيديني الوزن كمان بيفرق معايا، بيعالج معايا مقاومه الانسولين، بيعالج الكوليسترول العالي، بيعالج ما عندي اي مشاكل سواء كانت في الحرق القليل او في ان انا عندي ضربات قلب سريعه والكلام ده كله. ده كله بيتحسن خالص عندي. حتى في ناس عندهم مشاكل في الغده ولما عملنا ميزوثيرابي فرق معاهم جدا في النزول. يعني هم اصلا ما كانوش بينزلوا في العادي ونزلوا بعد ما خدوا الميزوثيرابي، والحمد لله مختلف خالص عن اي مكان تاني. واحنا عايزين نكسر الثبات بتاعنا وناخد فيتامينات من غير ناخد بذور تفيدنا كاننا خدنا فيتامينات بالظبط، بدل ما اقعد اخد فيتامينات كتير كل يوم. انا هزود معلقه بذور شيا على الزبادي، هزود معلقه حبه البركه على الزبادي او على البيض، هزود معلقه بذور القرع، ممكن اكلها كده كسناك مع كوبايه القهوه. ممكن اخد كمان بذور الكتان على الزبادي او على اللبن الرايب. ممكن اعمل في الفطار بتاعي، ممكن اخد بليله، ممكن اخد شوفان، ممكن اخد جبنه قريش، ممكن اخد مشروم مع البيض. ممكن في بدائل كتير جدا تخليني ما ازهقش من نظام الدايت بتاعي، وفي نفس الوقت احس ان انا باكل اكل صحي وفي نفس الوقت اشبع طول الوقت، ما بقاش جعانه. لان هو ده الهدف بتاعنا. ليه الناس كلها عايزه تحس انها شبعانه؟ عشان هي ما بتاكلش بروتين كفايه. الهرم اتقلب واحنا من زمان واحنا بنقول ان البروتين اساس اساس اساس، مش البروتين هو كانوا بيقولوا ان النشويات هي القاعده. احنا طبعا مش ماشيين كده خالص، احنا من زمان واحنا ماشيين ان الاساس بتاعنا بروتين. انت لو شبعان بروتين عمرك ما هتجوع، وهو ده اللي قايم عليه كل الادويه التخسيس دلوقتي. انت لو شبعان وقت طويل عمرك ما هتجوع. فانا دلوقتي ليه الناس بتلجأ لانها تاخد حاجه توقف لها احساس الجوع؟ اني اصلا مش شبعانه، بس انا لو كلت بروتين كفايه. البروتين بياخد وقت في الهضم كتير اكتر من النشويات، وده هيخليني شبعان لوقت اطول. فلازم ناخد بالنا من البدايل الصحيه اللي هتديني البروتين عالي، في نفس الوقت ان البروتين الحيواني طبعا افضل بكتير من البروتين النباتي. فانا لو خدت بروتين حيواني هيزود معانا احساس الشبع وقت اطول،
وهيديني الفيتامينات اللي جسمي محتاجها، في نفس الوقت هبقى قادر ان انا اكمل يومي. والسناك مهم، ما ينفعش ان انا افوت وجبه الفطار، ما ينفعش ان انا ابدا يومي بعصير او بسكوت او شيبسي او بيبسي او اندومي، الحاجات دي ممنوعه خالص. ما ينفعش ان انا انهي يومي على حلويات ولا شوكولاته ولا بيبسي ولا ايس كريم، كل الحاجات دي ممنوعه. طب بالنسبه لرمضان هنفطر على ايه؟ هنفطر على تمر، هنفطر على عصير فريش، هنفطر على ثمره فاكهه. الحاجات دي لو عملناها هنخس بدل 10 20 كيلو، هنطلع من رمضان خاسين. اهم من ان احنا نعمل دايت وخلاص، ان انا اتعلم ايه الصح بالنسبه لي وايه الغلط، اتعلم ازاي اشبع، اتعلم افهم جسمي واحس بيه، مش اي حاجه اكلها وخلاص. يعني القطمه الاولى زي الثانيه زي الثالثه، مش بكتر الاكل. انا لو كلت حلويات وكلت كنافه وكلت قطايف وكلت الحاجات دي عادي اكلها، مفيش حاجه اسمها الحاجه دي ممنوعه خالص. بس اكل قد ايه على حسب جسمك وعلى حسب السعرات اللي محسوبه ليك اللي المفروض تاكلها في يومك، هو ده اللي هيحدد لك انت تاكل من الحاجه دي قد ايه. ولو كلت منها الكميه اللي متحدده لك دي انت مش هتتخن لما تخس وتثبت. لكن انت لو ما خسيتش وفضلت تخين هتاكل وهتتخن، من لو شميت الاكل هتتخن. تمام؟ فخلي بالك بقى ان السمنه مرض، مش مجرد ان انا اخس وخلاص. في ناس بقى تقول لك لا انا مش هخس، انا هستنى لما اتعب وبعد كده ابقى اخس. دول بقى مش هيتعالجوا خالص من مرض السمنه ده، دول هيزيد عليهم، هيبقى كوليسترول وهيبقى ضغط وهيبقى سكر وهيبقى قلب وهيبقى خشونه وهيبقى مشاكل كتير. ويروحوا يجيبوا علاج لده ولده 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 ويلاقوا نفسهم في دوامه وحتى مش عارفين يعملوا نظام. لكن اللي بيفهم صح بقى وبيركز في جسمه وبيظبط جسمه هو اللي هيسمع الكلام وهيتبع التعليمات بتاعتنا. وهنزل لكم ايه السحور اللي نعمله، ايه الفطار اللي نعمله. ويا رب يا رب اخف بقى من دور البرد اللي كل شويه يجيلي ده. يعني انا بجد تعبت قوي، انا كل الفتره دي كنت تعبانه، علشان كده انا معرفتش اطلع معاكم، وانزل لكم باستمرار ان شاء الله دعواتكم كده وادعوا لي ان انا اخف بقى. مع السلامه.